الاهلي. فيفترض انه يمشي الموضوع هذا بطبيعته وانسيابيته. اما بالنسبه لموضوع التتويج والفكره اللي كنت اتكلم عنها اذا سمحت لي. تفضل. فمن حق جماهير الهلال انها تفرح، وكان عندهم خيار انهم يفرحون في مباراه التعاون القادمه ويتم التتويج والحفل بكامل فعالياته. ولكن انا ارى انه انا كمواطن انا احب الملك سلمان. انا كمواطن واي شخص هلالي كلنا نحبه. نعم بالتاكيد. فبالتالي من الوفاء لي انا كشخص اني اتاثر ولو نسبيا بمشاعر هذا الرجل. بس ابو احمد، الرجل الحريص على كل مواطن سعودي. ابو احمد، ما في جهات تحدد هذه المساله؟ انا تمنيت انه الامر يجي من فوق بصراحه. اي خلاص، يعني اذا ما جاء الامر معناها طيب اذا ما جاء الامر معناها ان هذه يعني المساله طبيعيه ومن حق الهلال التتويج. من حق الهلال التتويج. من ينكر حقيه الهلال؟ اتكلم على اليوم. لا، من حقيه الهلال التتويج، ولكن تمنيت انه يكون في امر او صادر او توجيه من عقلاء الهلال بانه ينقل حفل التتويج الى مباراه اخرى. ولكن الظاهر انه النصر الفريق المقابل، بالتالي هم حريصين جدا ومصرين جدا على انه يكون حفل التتويج اليوم، وهذه ما هي سابقه للهلال. مو من حقهم يعني سبق النصر 4 مرات مثل ما قال المؤرخ الجميل الاستاذ خالد المصيبيح. حبيب عبد الله. فهذا يعني ما هي تتفق معي ابو صالح؟ اعتيادي والله يوفقهم ان شاء الله. تتفق معاه في قضيه التاجيل؟ ولكن من المؤلم انه المطربين يغنون في استاد الدره والملك سلمان يدفن اخوه في مكه المكرمه. طيب هنا قاعد يعني يردون عليك في هذه، يقولوا لك هنا كاتب لحظه للتذكير. لا خليني أذكر لك المسألة اللي كتبوها عن أنه كان في تتويج سابق للنصر، وكان في حالة وفاة، ونفس القضية يعني أتم التتويج بنفس طريقة الهلال. لا عفوا، لا أنا أتكلم عن النصر وعن الهلال وعن أي نادي آخر. ما يهمني إلا النادي. في عام 413 يعطينا التاريخ. طيب في عام 413 كان مقرر نهائي الهلال والشباب في الدوري. طيب تم تأجيل أسبوع لوفاة الأمير الله يرحمه سعد بن عبد العزيز. تم تأجيل المباراة. طيب هذا أبو عمر مالكي يقول لك أحد الملوك دفن أخته العصر بالرياض، وبعد العشاء من نفس اليوم حضر مباراة بجدة وسلم الكأس للفائز بنفس الطريقة. والله ما أدري هذا اللي كانت يعني في لا أنا قصد التأجيل هذا ما تم أول مرة. ترى التأجيل عندنا بتاريخ التأجيل. 3 نهائيات كلها أجلت لمناسبات مختلفة. يعني أنتم تشوفون أن التأجيل الأفضل؟ أنت أبو صالح تتفق والله مثل ما قال عبد الله، يعني كان المفروض أنه يتم تأجيله نظرا للموقف، يعني بالنسبة لوفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز الله يرحمه. طيب خلينا